بابا متوفى بقاله سنتين، بقاله سنتين. بقعد اعيط لما بشوف اب مع بنته علاقتهم كويسه، لاني كان نفسي احس بحنيته، مع العلم انه لما كان عايش ما كنتش حاسه بوجوده. بفضل اقول انا مسامحاه يا رب وبدعي له، بس ما بيبقاش من قلبي، وخايفه يتعذب في القبر بسببي. انا بحبه بس مش عارفه اسامحه. انا لعلي شاعر من جوايا كده ان حضرتك مسامحاه، بس شعورك تجاهه مش شعور فيه ذكريات طيبة. والبني آدم عنده في دماغه حاجتين كده مرتبطين ببعض: ذكريات ومشاعر. المكان ده مكان جميل، فكل ما بعدي من قدامه بفتكر مشاعر حلوة. المكان ده اتأذيت فيه، كل ما بعدي من جنبه بفتكر مشاعر وحشة. الإنسان ده افتكره بمشاعر جميلة، والإنسان ده افتكره بمشاعر مش حلوة، لأنه ما كانش طيب أو حنين معايا. وبالتالي ذاكرتك مع أبوكي الآن مرتبطة بمشاعر سلبية تجاه عدم حنيته. ده مش معناه أن أنت مش مسامحاه، بس أنت مش قادرة تغيري الشعور ده دلوقتي، لكن أنت بتدعي له. ومفيش حد عنده شيء من الكراهية أو الرغبة في الانتقام، وكل ده عكس التسامح، وبيدعي حد. فدعوتك دي تدل على تسامحك ليه. خوفك عليه ان ربنا يحاسبه على قسوته معاكي دليل على تسامحك، حتى لو مشاعرك لسه تجاهه ما صفتش الصفاء الكامل. فربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويعني ايه ويحنن قلبك ويطمن قلبك على والدك الكريم.